لو فاضل بقى عندك كده صدر مركون عندك في الفريزر، هاتيه وتعالى اقولك على وصفة تحفة. هتعملي كمية كبيرة تفضل عندك طول ما المدارس شغالة. هنبتدي اول حاجة نجيب معانا صدر فرخة واحد بس، وهنبتدي بقى كمان مش هنشتري اي حاجة من بره، كل حاجة موجودة عندنا في البيت. انا كان عندي فينو اللي هو بيفيد، فطبعا انت بتنشفيه وتروحي طحناه في المطحنة يبقى معاكي بالشكل ده. ماشي. وهنعمل الكمية كلها وارجع لكم تاني. اهم حاجة تروحوش في حتة وتعملوا الفيديو شير كتير، واهم حاجة تحطوا لنا لايك عشان تشجعونا. وشكرا جدا جدا للناس اللي بتتفاعل معانا على الفيديوهات، بشكركم جدا. زي ما انتوا شايفين خلاص انا كده خلصت الكميه كلها. هركنها بقى على جنب، وهروح جايبه معايا الصدر اللي انا قلت لكم عليه، هو صدر واحد بس. ماشي. هبتدي ان انا اقطعه بالشكل ده، وصدر صغير كمان مش صدر كبير، يعني الله اكبر الكميه اللي انتوا شفتوها دي كلها من الصدر اللي انتوا شايفينه ده. هنبتدي بقى ان احنا نضربه كده، يعني احنا هنضرب كل حاجه لوحدها عشان الكبه صغيره. لو انت عندك الكبه كبيره يبقى كل المكونات اللي انا هقولها دلوقتي تروح حطها على بعض. يعني كل المكونات اللي انت شايفاها دي هنعملها في بعض، بس ركزي معايا لاخر الفيديو. خلاص كده احنا طحناها. ماشي. اهم حاجه ما يكونش فيها جلد، الجلد بتشيليه خالص. هنبتدي بقى ان احنا نركنها على جنب، واجيب معانا صينيه كده ننزل معانا بالصدر او الورك اي حاجه موجوده عندك، وهنزل بكوبايه فول صويا. انا كوبايه صغيره هكون حطاها في ميه سخنه لمده 10 دقايق كده، وبعد كده اروح مصفيها واروح حطاها واروح شايلاها. واروح بقى جايبه معايا كوبايه من البصمات اللي احنا برضو طحناه، وهننزل عليه كده بمعلقه كبيره من البابريكا. وطبعا اي توابل تخص الفراخ تحطيها. ماشي. وهبتدي بقى اروح نازله معانا بمعلقتين كبار من النشا. ماشي. النشا دي هتخليها متماسكه. وهنبتدي زي ما قلت لكم، وهتحطوا بقى رشه شطه بسيطه، هتحطوا 2 مكعب من الماجي. زي ما قلت لكم اي توابل تخص الفراخ حطوها. وطبعا عايزين التوابل كلها اكتبوا لي في التعليقات بس عشان خاطر مدة الفيديو. زي ما انتم شايفين خلاص كده انا اديتها بقى، مسكتها كده اديتها تقليبه. وبعد كده بروح واخده حته حته واروح ضرباها في المفرمه، يعني بفرمها بالشكل ده. ماشي. وببتدي ان انا اركنها لحد ما تكون معاكي. بصي هي خلاص كده بقت متماسكه جميله، تقدري تشكليها كده وتقدري تشكليها زي ما انا ما هوريكي دلوقتي. هعمل بقى الكميه كلها وارجع لكم تاني. خلاص كده انا رجعت لكم، وبرشه زيت كده تروح حطها في قلب الصينيه بس. دي اللي بتكون العازل، او ممكن تحطي كيس او اي حاجه عندك تحطيها بس تحت عشان تكون عازل في الصينيه عشان ما يلزقش. هبتدي بقى ان انا افردها بالشكل ده. وطبعا انتوا شايفين تقدروا تعملوها بايديكم كده لو انتم عندكم وقت، لكن ما عندكوش وقت تعملوها بالشكل ده، مش هتاخد معاكم 10 دقايق وهتكون جاهزه. انا ببتدي ان انا افردها كده بالشكل ده. وبكده بعد ما فردتها بمسك بقى السكينه كده، وببتدي ان انا هقطع نص صوابع والنص التاني هيكون مكعبات. ماشي. تقدروا تشكلوها زي ما انتوا عايزين. انتوا شايفين هي بتتقطع سهله وبسيطه جدا. بسم الله ما شاء الله تعمل لنا كميه كبيره هايله فوق ما تتخيلوا. ماشي. احنا هنشتغل اليومين دول في وصفات التوفير. احنا بقى ياسمين عبد الناصر هتعمل توفير التوفير. خليكم بس مركزين معايا كده. واهم حاجه تصلي على حبيبي المصطفى، وتحطوا لنا لايك كده بس عشان تشجعونا اكتر. خلاص كده انا خلصتها. ببتدي بقى ان انا احطها في الفريزر. انا بقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني الفيديو مبين. بتحطوها في الفريزر، ممكن تحطوها لمدة 3 ايام، لو 3 ساعات معلش لو انتوا مستعجلين عليها. لكن مش مستعجلين سيبوها لتاني يوم زي ما انا ما عملت. انا ببتدي ان انا افككها. بصوا بالمعلقه بتفككوها واحده واحده كده، وبتكون هي متماسكه. بسم الله ما شاء الله. تقدروا تحمروها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتقدروا تشكلوها زي ما انا ما عملتها، تعملوا شويه برد وشويه حار. انا ببتدي ان انا افككها بس كده كلها من بعضها. وهجيب بعد كده وهجهز كل حاجاتي جنبي، يعني انا كل حاجاتي مجهزاها جنب الصينيه انتوا شايفين انا حطاها هناك اهو اللي انا هعمل عليها. ببتدي بقى اول حاجه بجيبها هو اي طبق عندي، بروح نازله بقى بالستريبس بتاعنا. بروح نازله عليه شويه من الدقيق، يعني نص كوبايه صغيره كده، وشويه من البصمات. وببتدي ان انا اديهم تقليبه كده على شويه كركم، وخلص على كده. وببتدي اركنهم على جنب، واروح جايبه معايا نص كوبايه من الميه، عليها كوبايه الا ربع من اللبن. ماشي. وببتدي ان انا اركنها. هي دي اللي احنا هنعمل بيها. لو انت ما عندكيش لبن عادي ممكن تعملي بميه بس.
ببتدي بقى اروح مديها كده ايه تقلبتين 3 في اللبن، وبعد كده بروح بحاول ان انا اخلي الستريبس يمسك فيها كويس جدا. ماشي، اهم حاجه تتكوا بايديكم بس عشان ايه هو بيكون ناشف شويه، فالدقيق بيمسك بسرعه فهو ما بيلحقش يمسك. ماشي، عايزه تستغنى عن الدقيق والبصومات وتعملي بس بالستريبس هيكون معاكي حلو وهيمسك معاكي بسرعه. بس انا كنت عايزه اغلفها بالثلاث طبقات دول الصراحه. ببتدي ان انا اغلفها بالشكل ده، وببتدي ان انا اعمل الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبسم الله ما شاء الله هتعملي كميه هايله فوق ما تتخيلي. ماشي، مش اللي هيشوفك مش هيقول ده من صدر فرخه ما يكملش ربع كيلو اصلا. بصي بسم الله ما شاء الله عملنا 3 طبقات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتحطيها بقى في الفريزر وبتجهزيها على التحمير فقط. بس وبكده الفيديو بتاع النهارده خلص، واشوفكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهم حاجه تنسوش تحطوا لنا الفيديو ده لايك وتعملي له شير كتير، وسلام.